هكلمكم عن جرين فايبر بتاع الأطفال، اسمه خط إنتاج توتي. شايفين منظر الفوط المايكرو فايبر اللي هي بتاعة الأطفال؟ تحفة جدا. التفاصيل بتاعتها رائعة، الملمس بتاعها فظيع، الباكجينج بتاعها تحفة، ينفع هدايا جميلة وهدية قيمة جدا. دوت الفوطة المايكرو فايبر اللي هي بهودي كده، في مكان للراس، بحيث تقدري ان انتي تتحكمي في البيبي وانتي شايلاه، او حتى لو طفل كبير بيمشي من لغاية 3 4 سنين هيبقى حلو جدا. الرسومات اللي عليها مبهجة قوي، فتقدر تساعدك ان انتي طفلك هيحب الاستحمام اصلا عشان يستخدم الفوطة دي. حتى لو في بيسين او كده، لو طفل برضو لسه 4 5 سنين هيبقى ممتازة ليه. في منها لونين، البينك واللبني، مناسبين يعني لو في بنت او ولد. الفايبر بتاعها ناعم جدا وامتصاصها عالي جدا جدا. منتج رائع، والرسومات اللي عليه شكلها شيك قوي وحاجة بجد فظيعة يعني. مفيش بقى ولا حساسية ولا الكلام ده كله، لأن المنتجات فعلا ناعمة جدا ولطيفة على الجلد، بالذات للأطفال طبعا. تاني حاجة معانا اللي هي فوطة الشعر بتاعت الأطفال. جميلة قوي للبنوتات، عشان بتجفف الشعر بطريقة صحية. حتى الفايبر بتاعها ناعم قوي، فالبنات هتحبه جدا. الزرار اللي فيها شكله عسول قوي، فيه سمايلي فيس كده، فهتعجبك قوي. تالت حاجة معانا القفاز بتاع الاستحمام، القفاز الناعم، مناسب قوي من اول البيبيهات حديثي الولادة لغاية الكبار، لغاية 5 6 سنين مفيش اي مشكلة. القفاز على قد الايد، ناعم، آه، بينظف البشرة حلو جدا، وفي نفس الوقت رقيق على البشرة، ويعني انتوا عارفين ملمس بشرة الأطفال بيبقى رقيقة قوي، بتبقى حاجة عايزة حاجة مش سكرابنج عالي يعني. فده بينظف ومش بيأذي البشرة خالص، وبيحافظ على نعومتها تفضل زي ما هي. تالت حاجة أو رابع حاجة معانا بقى الفوط القمر دي. الفوط دي لتنشيف الإيد للأطفال. لو يعني بصي، حتى العليقة بتاعتها بيتحط فيها الشكل ده، بتبقى مبهجة قوي، وتخلي الولاد يحافظوا ان هم ينشفوا ايديهم بعد ما يغسلوها ويستخدموا الفوط، لان هي فعلا حلوة قوي. ليها عليقة كده تقدري تعلقها لهم مثلا على باب الأوضة او على باب الحمام، بحيث بعد ما يستخدموا المية ينشفوا ايديهم على طول. الفايبر بتاعها امتصاصه عالي قوي. ليها وجهين، الوجه التاني شكله مختلف شوية زي ما انتم شايفين. هي تنفع حتى للكبار، صراحة أنا حبيتها أصلا. تنفع للكبار وتنفع للولاد والبنات. ممكن اللون الأصفر دوت مناسب أعتقد للولاد شوية. وبرضو حسب الأذواق، كل طفل ليه ذوق كده في الألوان. في بنات بتحب الأصفر، مفيش مشكلة. الشكل برضو اللي معاها عسول قوي، مبهج كده. بيتعلق، بيتحط في العليقة، فبيبقى شكل الفوطة وهي متعلقة أصلا جميل. اللي هو الولاد عندي أصلا بقوا يحبوا يخشوا يغسلوا ايديهم عشان يستخدموا الفوطة، من كتر نعومتها ومن كتر هي شكلها مبهج ومشجع ان هم يستخدموها يعني. فدي من الحاجات الجميلة قوي، خط إنتاج توتي دوت من جرين فايبر، من جرين واي. للأطفال، منتجات كلها رائعة رائعة بجد، حلوة جدا. في ناس كانت بتسأل، هي فوطة الشعر نفس فوطة الشعر بتاعت الكبار؟ هو الباكجينج زي ما انتم شايفين مختلف، دي بتاعت الأطفال ودي بتاعت الكبار. المقاس نفس المقاس، نفس الطول، بس مش نفس العرض بتاع الجزء بتاع الراس. الجزء اللي بتحط فيه الراس بتاع الكبار أكبر شوية، اللي هو شكل الجمجمة بتاعت الكبار بتبقى أكبر شوية من بتاعت الأطفال. فهي مناسبة دي للكبار ودي للأطفال. حتى شكل الزرار بتاع الأطفال كيوتي كده وفي سمايلي فيس. كمان النسيج بتاعها مختلف عن النسيج بتاعت الأطفال. يعني بتاعت الكبار الفايبر بتاعها شوية مختلف. في مطة كده، اللي هو حتى لو راس حجمها كبير شوية هنستوعبها تمام، والفايبر مختلف. انما بتاعت الاطفال الفايبر بتاعها اللي هو الناعم دوت بيمتص كمية مية عالية جدا، بتنشف بسرعة جدا، والباكجينج بتاعها عسول قوي، تنفع هدية قيمة يعني.
تمام، ده بالنسبة لفوطة الشعر. معانا بقى القفاز برضو نفس الحكاية، قفاز الأطفال، وفي زيه قفاز بتاع الكبار. هو الحقيقة أنا على الطبيعة الاتنين نفس المقاس ونفس الملمس ونفس كل حاجة، هو فرق اللون. دوت نازل باللون الملكي أو اللي هو يعني اوف وايت، التاني اللي هو البينك دوت. انما الاتنين نفس الملمس ونفس المقاس بالظبط، ويعني نفس حتى الجزء اللي هو بتاع الايد دوت. تقريبا نفسه، لان هو استك، فاللي هو بيمسك يعني على الايد مفيش مشكلة فيه. ده شكل القفازات بتاع الاطفال.